على بالي دوك يجوا لي كثير من الاشخاص يقولوا لي كيفاش تنتقد لاعب كيما محرز، كيفاش تنتقد لاعب كيما بونجاح قدموا الكثير للمنتخب الوطني. انقذ تربص المنتخب الوطني لشهر جوان بمباراتين امام كل من رواندا والسويد، مباراة فاز فيها المنتخب الوطني امام نظيره الرواندي بثنائية، وخسر مباراة السويد برباعية مقابل 3. في هذا الفيديو سأتحدث وسأقيم هذا التربص وفق نظرتي الخاصة، وفق المعطيات التي وجدناها في هذا التربص. سأتحدث عن النقاط الإيجابية، سأتحدث عن النقاط السلبية، سأتحدث بكل موضوعية بكل شفافية بدون انحياز. سأقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وأن انتقاداتي في هذا الفيديو سواء لمدرب أو لاعب أو مسير أو المنتخب أو الفريق ككل ليس بالضرورة أنه سيكون دائم وعلى المدى البعيد. الكثير من المنتخبات، الفرق، المدربين، اللاعبين في كثير من المرات مروا جانبا ثم عادوا لمستواهم. عندما يعود لمستواه، عندما يقدم الأفضل، سأنصفه بالتأكيد، وهذه هي سنة الحياة. بالتأكيد نمر جانبا ونعود للسكة الصحيحة، وهكذا هي الحياة. مباراة رواندا، المنتخب الوطني لم يسر على خطى جميع المنتخبات التي لعبت مباريات ودية في إفريقيا. مباراة ودية أمام منتخب رواندي متواضع، فاز عليه المنتخب الوطني المحلي وفاز عليه المنتخب الوطني الأول، كلاهما بثنائية. يعني هذا المنتخب ليس بذلك المنتخب القوي الذي تحضر له كل التشكيلة الأساسية، تدخل له ببنجاح وبليلي وبرياض محرز. يعني مع الأسف مباراة رواندا كنا نتمنىها أن تكون للشباب أكثر. جرب ماذا ستخسر في هذا التربص، امنح الفرصة. باستثناء إبراهيم مازا لم نشاهد لاعبين شباب، لم نشاهد تمنح الفرصة للاعبين كانوا يتمنون هذه الفرصة. مثلا أنيس حاج موسى، مثلا عدة لاعبين لم نراهم في هذا التربص، لم تمنح لهم الفرصة في تلك المباراة من أجل أخذ الثقة. لكن مع الأسف هذه المباراة لم تكن عند تطلعات الجميع، وبيتكوفيتش فشل فشلا ذريعا في هذه المباراة، ليس نتائجيا وإنما فنيا، لأنه لم يمنح الفرصة، لأنه لم يستغل هذه المباراة أحسن استغلال. ما الفائدة من إدخال رياض محرز ومن بنجاح وبليلي الذي كلنا الجميع يعرف مستوى هؤلاء اللاعبين؟ كيف ستقيم أداء حاج موسى خاصة في ظل التراجع الرهيب لرياض محرز؟ كيف ستقيم أمين شيخ الذي لم تمنحه أي فرصة دقائق لعب في هذه المباراة؟ في التربص ككل خرج بصفر دقيقة لعب. بالنسبة لمباراة السويد، أنا بصفتي كصحفي وكمتابع لكرة القدم الجزائرية بشكل عام كنت أرى في هذه المباراة مباراة معيارية، مباراة للوقوف على أداء المنتخب الوطني. إلى أي مدى وصل هذا المنتخب تحت قيادة ناخب وطني فلاديمير بيتكوفيتش، هذا المدرب الذي أنصفته النتائج منذ تولي قيادة المنتخب الوطني منذ قرابة سنة ونصف. قبل بداية التربص كنت متلهف لأن أرى المنتخب الوطني يقارع ويلعب أمام لاعبين مميزين في المنتخب السويدي، جيوكوريش، إسحاق، إيلانغا، العديد من اللاعبين، كولوسوفسكي، المهم الكثير من اللاعبين الذين ينشطون في كبرى الأندية الأوروبية. سأرى مدى تقدم المنتخب الوطني مع هذا المدرب. لكن بعد مشاهدتي لهذه المباراة حمدت الله وشكرته على أن هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا. كي نجو نحكوا على الإيجابيات اللي ديناها من هذا التربص، هناك الكثير من الإيجابيات، مع الأسف كانت هي سلبية، لكن نحن نأخذها من منظور إيجابي. أولا تأكدنا أن المنتخب الوطني لا يمتلك حارس، وعليه البحث منذ الآن عن حارس بإمكانه حراسة عرين المنتخب الوطني ويخلف رايس مبولحي الذي منذ اعتزاله لم نجد حارس يمكنه أن يعوض ذلك الفراغ الذي تركه. أنتوني موندريا أثبت الآن وبالدليل القاطع أنه حارس لا يصلح للمنتخب الوطني حاليا. عليه أن يعمل، عليه أن ينتقل لنادي أكبر، عليه أن يثبت جدارته، أن يرينا ذلك الأداء الذي قدمه أمام المنتخب السنغالي وأمام المنتخب المصري، يعود من بوابة فريق آخر ويثبت نفسه. لكن الآن مكانته في المنتخب الوطني كحارس ثالث لا توجد، ما أدراك بحارس أساسي. لديك الآن حارسان في المنتخب الوطني، عليك الاختيار بينهما. أسامة بنبوط الذي كان في وقت من الأوقات مستواه مميز، هذا الموسم مع تراجع نادي اتحاد العاصمة بدت الكثير من الهفوات لديه، لكنه حارس مميز، لديه خبرته في إفريقيا، يعرف الملاعب الإفريقية وبإمكانه تقديم الإضافة خاصة في كأس إفريقيا. أليكسيس غندوز نفس الشيء، الآن يلعب في إيران، لديه مستوى لا أقول مميز جدا لكن لا بأس به، عليك منحه ثقة أكبر. لديك الآن حارسين في المنتخب هما أسامة بنبوط وأليكسيس غندوز.
حاول إثبات نفسه ما قدر المستطاع، حاول أن تمنحهما ثقة أكبر، لعل وعسى يرقع هذا المركز الذي أصبح هاجس بالنسبة للمنتخب الوطني. تأكدنا باللي بونجاح وبالرحمة ورياض محرز وماندي تراجع مستواهم كثيرا مع المنتخب الوطني. بونجاح قدم ما عليه للمنتخب الوطني، سعد بالرحمن من بكري أوت وزاد أكد الآن باللي ما عندوش مستوى ولا يصلح لتمثيل المنتخب الوطني. عيسى ماندي قدم للمنتخب الوطني الكثير، لا أقول استبعاده ولكن المحافظة عليه، المحافظة على عامل الخبرة الذي لديه، ولكن تجريب لاعبين أكبر، تجريب لاعبين أفضل، محاولة منح الفرصة للاعبين آخرين. ثنائية بن سبعيني وماندي أثبتت أنها ثنائية فاشلة ولا يمكن أن تذهب بالمنتخب الوطني بعيدا. رياض محرز أنا لست من أولئك الذين يطالبون بإبعاده عن المنتخب الوطني، لكن لا يستحق المكانة الأساسية. لاعب لديه تاريخه، قدم للمنتخب الوطني الكثير، لكن علينا أن نعترف بأن هذا اللاعب بعيد عن مستواه. لا أدري، لأنه مع الأهلي يقدم في مستويات مميزة وأنهى الموسم ب 36 مساهمة. لاعب أنهى الموسم ب 36 مساهمة في 45 مباراة، قل بلي هذا لاعب راه مميز، لكن مع المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة لم يعد يقدم. على بالي دوك يجوا لي الكثير من الأشخاص يقولوا لي كيفاش تنتقد لاعب كما محرز، كيفاش تنتقد لاعب كما بونجاح قدموا الكثير للمنتخب الوطني. نحن لسنا ضد أن هؤلاء اللاعبين قدموا للمنتخب الوطني الكثير، لكن لا يمكن أن نبقى نبكي على الأطلال. قدموا، يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم، يجب منح الفرصة للاعبين آخرين. نعطيكم مثال، المنتخب السنغالي في المباراة الأخيرة اللي لعبوها أمام المنتخب الإنجليزي، على بالكم القائمة شحال ضمت من لاعب جديد؟ 20 لاعب. القائمة فيها 25 لاعب، 5 منهم برك اللي شاركوا في كان 2019 وكانوا قبل مع المنتخب السنغالي. هنا تشوف الناس كيفاش تتطور. القائمة تبدلت كاع تاع المنتخب السنغالي، لكن كي تجي تشوف القائمة تاع المنتخب الوطني اللي شاركت في هذا التربص 10 لاعبين ممن كانوا مع المنتخب الوطني قبل كان 2019 ما زالهم لحد الآن، وأكثر من 6 لاعبين ما زالهم يشاركوا في التشكيلة الأساسية. كيفاش راك حاب تتطور وانت ما زالك بنفس اللاعبين ولا تمنح أبدا الفرصة للشباب؟ بهذا المنطق المنتخب الوطني لن يتطور أبدا. حافظ على 3 4 5 لاعبين على الأكثر مع المنتخب من أجل عامل الخبرة، لكن أن تحتوي قائمتك أكثر من 10 لاعبين ممن شاركوا مع المنتخب الوطني قبل كان 2019 هذا أمر كثير جدا، ولا توجد هناك نية لتطوير المنتخب الوطني. لدينا لاعبين شباب، لدينا لاعبين شباب، علينا أن نمنحهم الفرصة من أجل إثبات أنفسهم. كيفاش أنت تروح عند إنسان ما عطيتلوش الفرصة وتقول له أنت لا تصلح للمنتخب الوطني؟ نقطة أخرى، تأكدنا باللي عندنا مدرب محنك تكتيكيا، لكن الأمر المحير، من الذي يضع التشكيلة في الشوط الأول؟ في كل المباريات التي لعبها المنتخب الوطني تجد أن لمسة المدرب تكون في الشوط الثاني. من الذي يضع التشكيلة في الشوط الأول؟ أنا أشك بأن بيتكوفيتش هو من يضع تشكيلة الشوط الأول، لأنه لا يعقل أن ترى أداء مثل ذلك الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني في مباراة السويد في الشوط الأول وتشاهد تلك النقلة النوعية في الشوط الثاني بدخول لاعبين فقط. صراحة أمر محير لما يحدث في المنتخب الوطني، لأنه لا يعقل أن تشاهد شوط بعيد كل البعد عن كرة القدم، مستوى متهالك، مستوى سيء جدا، والشوط الثاني مميز. نعلم لمسة المدرب عندما تكون، نعلم أن المنتخب الوطني بات مع فلاديمير بيتكوفيتش لديه شخصية قوية من أجل العودة، لكن على بيتكوفيتش أن يحاول الدخول دوما بالتشكيلة الأفضل منذ الشوط الأول، لأنه لو كان تطيح مع منتخب أوروبي قوي وعنده دفاع متماسك والله ما تقدر تعاود تولي معاه في الشوط الثاني، يخبطك ب3 ولا 4 في الشوط الأول، انسى تعاود تولي. على العموم التربص كان مفيد جدا للمنتخب الوطني، سواء من ناحية اكتشاف الأخطاء، لكن كأداء وكتجريب أكبر لاعبين والخروج بلاعبين مميزين ولاعبين شباب والوقوف على مستوى المنتخب الوطني بشكل عام، والأمور التي تدخل البهجة في النفس، أن ترى المنتخب الوطني قدم مستويات مميزة، خرج بلاعب أو 2. مع الأسف هذا لم نشاهده في هذا التربص. اكتشفنا بعض النقاط الإيجابية ذكرتها في هذا الفيديو، نرجو من الناخب الوطني أن يتداركها بشكل سريع، لأنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها المنتخب الوطني أو تصحيح المسار، لأنه في تربص شهر سبتمبر لديك مباراتين في تصفية كأس العالم ومهمتين جدا أمام غينيا والصومال، لديك في تربص أكتوبر مباراة أمام المنتخب الأوغندي. نتمنى ذلك التربص أن يكون
يكون مفيد، خاصة إذا كان المنتخب الوطني قد ضمن تأهله إلى كأس العالم، وتكون هناك أيضا مباراة ودية أخرى. شهر ديسمبر سيشهد منافسة كأس إفريقيا، هذه المنافسة التي نتمنى أن يدخلها المنتخب الوطني جاهزا. نتمنى أن تكون جميع الأخطاء صححت، نتمنى أن يكون هناك أيضا لاعبين مميزين منحت لهم الفرصة. حظ موفق للمنتخب الوطني. لا تنسوا أن تشاركوني في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم.